الأرنب نمرة 7 ظهرت عليه أعراض السرطان. نمرة 7 آخر حقنة خدها يوم 12/7. كان لازم تبان عليه الأعراض قبل كده. قول للدكتور صادق يحقنه بالمصل الجديد. حاضر. يا دكتور صادق، دكتور أحمد بيقول لك احقن الأرنب نمرة 7 بالمصل الجديد. ليه يا سيدي؟ عشان ظهرت عليه النهارده أعراض السرطان. سرطان؟ والله هيفضل يعمل تجارب في سرطان لحد ما يجيلنا احنا سرطان. احنا على كل حال وصلنا لنتيجة مش بطالة. التجارب دي عاوزة لها سنين مش 6 اشهر. يبقى قابلني لو نجحت بعد 6 سنين. ده كلام فارغ. انا مش فاهم معمل ادوية ايه اللي يجبره يعمل تجارب وهباب زي دي؟ ذنبه ايه الراجل المسكين عشان يضيع فلوسه اللي جمعها من البرشام والقطرة اللي عملتها له انا. يجي سي احمد ويقول له نعمل تجارب وهباب ونيلة. طب يا اخي وانت زعلان ليه؟ ما دام صاحب المعمل عاوز كده. عزوز بيه راجل على نياته، واحمد عامل له البحر طحينه، مفهمه ان التجارب دي لما تنجح هيكسب ذهب. اتفضل وادي النتيجه. يا شيخ بلاش كلام فارغ مفيش فايده. 3.6 برضه التجربه ما نفعتش يا دكتور احمد. مش ممكن، ده احنا ضاعفنا الكميه. يا اخي ريح نفسك شويه. من الساعه 8 لحد دلوقتي الشغل ده شيء كتير قوي. ده ما تغداش كمان. هانت يا جماعه، انا عندي امل كبير ان التجربه تنتهي النهارده. اسمع يا صادق، زود شويه من 17. الله، حاسب يا صادق، انت هتحط قد ايه؟ 2 سي سي. لا يا اخي ده خطر قوي، بعدين يحصل انفجار. تحط 1 بس. ادينا ارنب نمره 7. هنحقنه تاني وتالت ورابع وخامس. اهي فلوس رايحه في الهوا. هو عايز يفهم عزوز بيه انه بيتعب وبيشتغل علشان يعمله مدير المعمل. لما يجي ده بعده بكره ربنا يرزقه بواد فهلاوي يتجوز الهام بنت عزوز بيه ويبقى الكل في الكل، وخلي التجارب دي تنفعه. ايوه على رايك، اللي ترضى عنه الهام يرضى عنه عزوز بيه. ربنا يرضى عنك. ايش وصلك انت؟ دي حاجه عايزه ترتيب ونظام وتكتيك. احقن يا حبيبي احقن. خلاص يا دكتور صادق؟ ايوه يا دكتور خلاص. هو ما تاخدش منه الا اماره زي ما يكون صاحب المعمل. تعرف ده لو انسان عنده ضمير يبطل التجارب دي كلها ما دام ما فيش فيها اي نتيجه. ايه يعني هي المساله مساله فلوس ووقت بيروح في الهوا؟ انا مستحيل اسكت على كده. انا لازم افهم عزوز بيه على كل حاجه، واذا ما كانش فاهم انا هفهمه. انت يا زفت انت. لا مؤاخذة يا سعادة البيه. لو كنت تنوم هنا؟ لا مؤاخذة. جاتكم البلا مفيش حد فيكم قلبه على الشغل. لا مؤاخذة يا سعادة البيه. نهارك سعيد يا عزوز بيه. دقيقة واحدة يا اخوي. يا سلام سلم، يا حلاوة، يا أرض اشتدي ما عليكي قدي. نعم يا دكتور صادق يا فندم. لو سمحت لي ب5 دقايق اكلمك في مسألة مهمة. 5 دقايق؟ 10 100. أنا النهارده مبسوط قوي خالص، حاسس إني شارب إزازة دواء مقوي. سعادتك عارف ان ربح المعمل من القطرة والششم والحاجات اللي زي دي. يعني هو أنا فاتح المعمل ده علشان المكسب؟ فاتحه غاوي فتح معامل. ما أنت عارف أنا كان عندي معمل حلاوة طحينية صحيح، لكن يكسب ذهب. كان يورد للبلد كلها حلاوة لكن معتبرة قوي، إشي بالجوز وشي باللوز وحلاوة بالزبيب وحلاوة بالفستق. قفلته مخصوص علشان أفتح معمل الأدوية. حكيم أنا أحب الأدوية، أموت في الأدوية. طبعا سعادتك عارف ان بقالنا 6 اشهر بنشتغل في المعمل ليل مع نهار في التجارب بتاعت الدكتور احمد دي. الله يسهل لكم. لا من حق. هو فين الدكتور احمد؟ انا بقى اليومين ما شفتوش، مع اني متعود اشوفه كل يوم 3 مرات بعد الاكل عدل. في الواقع انا عايز اقول لسعادتك ان التجارب دي التجارب ما احنا فيها اهو. دكتور احمد
يا فندم. تسمح تيجي عندي شويه في المكتب علشان تاخد لك كوبايه كوبايه ملح فواكه؟ حالا. تعرف الجواب ده جاي منين؟ جاي من مصلحه البكتيريولوجيه. تعرف يقولوا فيه ايه؟ انهم متكيفين قوي من التجارب دي. الحمد لله. والله يا بيه انا جاي اقول لسعادتك كده، احنا تعبنا في التجارب دي قوي. ما هو انت اصلك ابن حلال مصفي. احمد تعالى يا حبيبي تعالى، خش لي بالحضن خش. انا النهارده الدنيا مش سايعاني. خد اقرا الجواب ده، بيقولوا النتيجه مرضيه. مرضية ولا مرضية؟ ربنا يستر يا سعادة البيه. اهو دلوقتي قلبي حصل له اطمئنان، عرفت ان فيه رجاله اعتمد عليهم، وعلى راي المثل ادي العيش لخبازه ولو ياكل نصه. خد حلي، وانت حلي وانا حلي. مبروك يا احمد. والله بيتعب روحه كانه صاحب المعمل تمام. مين؟ مش احمد؟ امال ما هو احمد ده الاسبرينه بتاعتي اللي تضيع اوجاع مخي والام مفهومياتي. ابن حلال تمام زي مرهم الزنجو، تحطه على الجرح يبرد وانت راخد. والله من شويه كان بيمدحني فيك ويشكر لي في اخلاقك. متشكر يا صادق، ما البركه فيك برضه. على اذنكم. اتفضل يا ابني. ايوه جاي. ايوه اهو. ايوه. مين يا فندم؟ الدكتور احمد. الدكتور احمد بيه موجود. الست الوالده. هلو. اهلا امي. الله، والله الوقت فاتني يا عجل. كان عندي شغل كتير. لا جاي حالا. سعادتك ما تنساش النهارده عيد ميلادي. وهي دي حاجه تتنسي يا ابني؟ يا ريت لك كل يوم عيد ميلاد. بس يا خساره عامل ريجيم. لا ما تخافش، انا عامل لك حاجه بسيطه كده، ديك رومي بس وشويه فراخ وحاجات. ده حاجه حلوه قوي. القناعة كنز لا يفنى، وعلى رأي المثل يا ابني بصلة المحب ديك رومي وشوية فراخ. ربنا يخلف عليك بالحلال ولا يحرمك من نور عينيك. كنت فين يا سي احمد لحد دلوقتي؟ حضرت البدله يا بشير. الغريب الخالق الناطق تالي للمرحوم والدك تمام، كان دايما يرجع. كان دايما يجي متاخر. كانت ايام. ابن حلال خد الكلام من بقي. بقى كده يا احمد، الساعة بقت 6:30، كل يوم بالشكل ده. حالا حلبس يا امي. اظن ما انت قاعد من غير اكل لحد دلوقتي. والله ميت من جوع. طب تعالى نشوف الصفقة. ربنا يخليكي وتوضبي لي كل سنه. انا عايزه اوضب لك الحفله الكبيره، حفله فرحك. حقيقي يا امي عاوزاني اتجوز. ده كل منايا. طب دي مساله نفكر فيها، بس عاوزك تاخدي بالك من عزوز بيه، تعملي له ديك رومي لوحده. لوحده؟ طب والهام بنته؟ دي مساله تانية برضه نفكر فيها. والله برافو عليكي قوي يا امي. برافو على اللي عملته. برافو على اللي عملته. مين اللي عملته؟ ان كنت شاطر قول مين. دي ايد واحده ست، وست حلوه كمان. شامم ريحه بنفسك، تبقى الهام. يعني من غير البنفسج ما تعرفنيش؟ وضبتش الفرندا يا الهام؟ خلاص يا تيتا. احب اشوف. دي حته هاديه لوحدها، يمكن حد من الضيوف يحب يقعد في الهوا. لا انت ست بيت مفيشه. تفتكر؟ انا متاكد. تعرف الجنينه دي لازم تتغير. بعدين ابقي غيري فيها زي ما انت عاوزه. بعدين امتى؟ الليله دي بعد العشاء هفتح عزوز بيه في الموضوع. ايوه، استنى عليه لما يملى بطنه ويقوم يوافق على طول. بس انا ليا شويه طلبات. اولا حمام السباحه في الجنينه. احنا هنقضي شهر العسل في سويسرا، وعلى بال ما نرجع نلاقاه جاهز. وهعمل لك حوالين الحمام سور عالي قوي. علشان ايه؟ عشان محدش يشوفك. وليه ما حدش يشوف؟ لاني مش مستعد كل يوم اضرب واحد بالرصاص. انت بتغير؟ اللي يحب لازم يغير. انا بغير قوي. لحم الديوك الرومي احسن انواع لحوم الطيور، وعلى رأي المثل مش كل طير يتاكل لحمه. والديك الرومي ولا مؤاخذة يا دكاترة لحمه مليان فيتامين A B C صحيح.
اللي هياخد حق. انا عاوزك تعمل لنا شويه كده انها موجوده. انا حاسس ان تحت سنتي في حته فيتامين هندي. انتوا بتتكلموا ولا تاكلوش؟ احنا هناكل في العزومه الكبيره بقى لما ربنا ينجح احمد وتنتهي التجارب على خير. لا 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 لا، العزومه دي تبقى عندي انا. انا صاحب المعمل، وعلى راي المثل جحا اولى بلحم طور. انت بتعزمي علينا وانت اللي ما بتاكليش. والله القلب تعبني شويه يا عزوز بيه، وكل ما اكل لقمه زياده المعده تضغط على القلب. ها عندك القلب؟ انا عندي دواء في المعمل مخصوص عشان القلب. اسمه ايه يا احمد الدواء اللي كنت وصفته لصاحبك؟ كامل بيه عبد السلام. الله يرحمه، كان عنده وجع القلب. ما تاكل يا عزوز بيه. دي انت واخد بالك مني قوي، تكونش عاوز زياده هي؟ لا عاوز اثبت. واخد بالك عاوز يتثبت؟ ها ولا حاجه، ما نعطلكش. ايه الفستان الشيك ده؟ ميرسي. لا يا عليكي خالص. صحيح؟ انت ما بتضربيش تليفون ليه؟ مشغولة. في ايه؟ كل ما اضرب لك تليفون تقولي لي مشغوله، كل ما اكلمك تقولي لي مش فاضيه. الهام، انت لسه زعلانه مني؟ يا انت لسه فاكر؟ نسيت يا الهام، نسيت الايام الجميله، نسيت الفسح هو انا عقلي دفتر؟ بتضحكي دلوقتي. انت لازم تعالي يا الهام، انت في احتياج لشاب مخلص بيحبك تتجوزيه ويسعدك. عندك حق، برضو انا فكرت في كده. الهام يا عزوز بيه، عندنا تركيبه صغيره عاوزين ناخد رايك فيها. ودلوقتي وقت تركيب يا سي احمد يا ابني، ولسه دهومي راكب على معدتي؟ لا دي تركيبه من صنف تاني. انا والهام اتفقنا ان احنا نخلط البنفسج على السبرتو. يا ترى سعادتك توافق؟ الله، انا عمري رفضت لك حاجه للشغل يا سي احمد. موافق قوي. هل عزوز بيه موافق وانا موافق واظن ان سعادتك موافقه. ايه؟ طب وهي ايش دخلها في الشغل؟ مش دخلها ازاي يا سعاده البيه؟ دي هي الشغل. قول لي كده بعد كده تبقى هي روح البنفسج وانت السبرتو، مش كده؟ مظبوط. يا لهاليبك انت. اتاريك يا اخويا واحنا قاعدين نتعشى جوه تقول لي كل وعلى راي المثل اطعم الفم تستحي العين. يا امينه هانم تعالي، عندي خبر يفرح قلبك ويطيب قلبك كمان. ده احنا بقينا قرايب. الف مبروك. امال 100,000 حلاوه بالفل. ربنا يطمن بخير. انا هعلن الخطوبه دلوقتي حالا. ما بلاش دلوقتي، ده الاصول يكون في بيتنا. ما هو احنا برضو في بيتنا يا عبيطه يا نجيه يا روحي. اسمعوا يا جماعه، بقى انا سعيد جدا 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 اني اعلن لكم الريشته اللي ركبناها دلوقتي. بس محدش كان ينتظرها. والله انا فرحان قوي للدكتور احمد والعزوز بيه، وهيلاقي احسن من الدكتور احمد فين؟ بكره يكتب له المعمل باسمه. وهو محتاج. ده راجل غني ومبسوط يا اخي. لو كان عنده بنت تانية كنت اتجوزتها انت يا صابر. ايوه فعلا فعلا. مبروك يا الهام هانم. لا عرفتي تختاري. مين ميرسي؟ مبروك يا احمد. انا متشكر. اسمحوا لي بقى، انت عارف لازم اسافر الصبح بدري على السويس علشان اخلص الاجهزه اللي في الجمرك. ما خليك شويه يا صابر. انت عارف الصحيان بدري. يا لا سيبه يا احمد. عقبال عندك يا صادق يا ابني. ما تنساش تخلي بالك قوي من الصناديق وتاخد معاك الفواتير والبوالص. عندي في المكتب هاخدهم دلوقتي. وهو كذلك.
انت نايم على ودانك؟ انت هنا فرديه شغل مش فرديه نوم. يلا روح هات افتح المكتب اهو، يلا. الواحد علشان يدور على ورقه لازم يدوخ عليها. مفيش نظام ولا فيش ترتيب هنا. ربنا يتمم بخير. متشكر قوي، على الله تكونوا انبسطتوا امبارح في الحفله. والله كانت حفله مدهشه قوي. الحفله الكبيره ان شاء الله لما ننتهي من التجارب دي باذن الله. تعرف ان انا متاكد بان النهارده هنصل لنتائج مدهشه قوي ان شاء الله. احنا المره اللي فاتت حطينا قد ايه؟ 10%. نزود الكميه شويه يمكن النتيجه تيجي اسرع. يا رب نجيه وهات العواقب سليم. يا رب ان شاء الله سليمة. شدة وتزول. والله احمد ما يستاهل كل ده. ايه الحكايه العجيبه دي؟ ازاي الانفجار ده حصل؟ والله يا صادق يا ابني ده انا عارف ولا حد عارف. انا رجعت دلوقتي من السويس، رحت على المعمل وبعدين العمال قالوا لي على الخبر المحزن ده. الله لا يعيدها بقى. وما تجيش الا في احمد اللي يستاهل كل خير. ما هي العاده كده، المؤمن من صاب. لكن المحققين ما عرفوش سبب الانفجار ده ايه؟ هيعرفوا منين يا ابني؟ دي الترابيزه باللي عليها كلها اتحرقت. هي لازم غلطه في التركيبه. ما افتكرش ان احمد يغلط غلطه زي دي. احمد كيمائي ممتاز. ربنا عاوز كده. اطمني يا هاني، اطمني. لازم يستريح شويه ولا حدش يزعجه. تفتكر الحاله خطيره يا دكتور؟ والله احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله. يعني مش ممكن نعرف النتيجة؟ كلها اسبوع او اسبوعين او 3 ونقدر نفك الرباطات ويبان كل شيء. اطمئني خلاص، الدكتور بيقول لك ان المساله بسيطه. يلا بينا يا جماعه، الدوشه على العيان مش كويسه. طيب. على اذنك. اضربي لي تليفون لما يخف، لما البنج يروح. كتر خيركم. متشكرة. لا الحمد لله، الحالة في تقدم مستمر.
واحمد بيه بشجاعته وصبره بيساعدنا على تقدم الشفا بسرعه. احمد بيه مثال الصبر والاحتمال. وكيل النيابه كان عايز يسالك بعض اسئله وانا كنت قلت له اجلها، لكن يظهر انهم مستعجلين واظن مفيش مانع انه يسالك دلوقتي. خليه يتفضل. وهو كذلك. اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سلامتك يا احمد بيه. انا اسف قوي لكن العفو. اتفضل. تسمحوا تسيبونا شويه لوحدنا؟ دكتور صادق، انا عايزني انا؟ يمكن احتاج لك بكم سؤال. انا تحت امرك. هبقى اندهلك. حاضر. والله انا ما شايفه لزوم للتحقيق ده كله. الدقه في الامور دي احسن. مين عارف ولاد الحرام كتير. ها ازاي الحال دلوقتي؟ الحمد لله احسن. اما اخش اشوف وكيل النيابه عنه. انا مش عارفه ليه طولوا قوي في التحقيق ده. مش فاهم. تحقيق ملوش اي مناسبه. المعمل اتحرق ولا فيش اي اثر. وهو معقول يكون حد عمل مخصوص كده في احمد؟ ابدا، كلهم بيحبوه ومحدش يكرهه ابدا. انا لو كنت موجود ما كانش حصل حاجه من دي بالمره. دكتور صادق اتفضل. عن اذنكم. اتفضل. انت مصر على اقوالك يا احمد بيه؟ ايوه يا فندم. ده اللي هيترتب عليه نتيجه التحقيق كله، والنيابه يهمها انها تضع ايدها على المتهم مهما كانت صفته او مركزه. انا فاهم ومصر على اللي قلته. اذا ما فيش قدامنا غير الدكتور صادق. انا بعد اللي سمعته من الدكتور احمد ومن الشهود اتضح لي انك انت الشخص الوحيد اللي يمكن تقدر تدلنا على الحقيقه. بمناسبه ايه؟ انا ما كنتش في مصر يوم الحادث. بصفتك زميل للدكتور احمد اللي يهمه قبل غيره مصير. بصفتي زميل الدكتور احمد تهمني سلامته قبل كل شيء. مفهوم. لكن انت قلت في التحقيق ان قرب النار من الانابيب يمكن يكون السبب في الانفجار، في حين ان الدكتور احمد اثبت بعدها عن الانابيب. والله دي حاجه ما اعرفهاش لان ما كنتش موجود. تفتكر ان واحد من المساعدين يمكن يكون اخطأ في تركيب المواد وده كان السبب في الانفجار؟ ما اقدرش اكد لان النار اتلفت كل شيء ومفيش مواد نقدر نفحصها. لكن انت اثبتت في التحقيق انك كنت في المعمل قبل الحادث بالليل. يجوز انك تكون فحصت الانابيب انا قلت اني ما فحصتش الانابيب ابدا. انا رحت المكتب بس علشان اخد بعض الاوراق. مفيش حاجة تانية تحب تقولها؟ لا. ولا انت يا دكتور احمد؟ لا مفيش. اذا نبقى انتهينا من التحقيق. انا اسف جدا لازعاجك يا دكتور احمد، وان شاء الله نسمع عن خروجك من المستشفى عن قريب. سلام. شكرا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. خلاص يا حبيبي. ايوه خلاص يا أم. ازيك يا دكتور احمد؟ الحمد لله. امال فين الهام؟ ما جاتليش امبارح. الله، هي ما جاتش؟ اصلها بعيد عنك تعبانه شويه. ليه؟ عندها ايه؟ الحادثه يا كبدي يا بنتي اثرت عليها قوي. هي هتيجي ولازم تيجي، ما يحوشهاش عندك الا الشديد القوي. الو يا الان. انت مش نازل تستحمى؟ لا والله اصلي متضايق شويه. من ايه؟ كنت في المستشفى بزور احمد. والله الواحد لما بيشوفه بالشكل ده ازاي النهارده؟ احسن، انما انا خايف عليه من الحادث ده. خايف لا بعدين وشه يتشوه، خصوصا والدكتور مش مطمني ابدا. انا ما رحتلوش النهارده. عملت طيب انك بعدت نفسك عن جو المرض والمستشفيات والحاجات اللي تضايق دي. انا زهقت بقى. والله وانا كمان. يظهر مش هقدر اروح له الا الاسبوع الجاي. هو هيخرج امتى؟ هيفكوا الرباط يوم الاحد. يوم الاحد؟ خير ان شاء الله، نتيجه كويسه.
حاجة بسيطة، الحمد لله اللي جت على كده. كلها كم يوم ولا يبقى لهاش أثر. الحمد لله. ده شوية مراهم تضيعهم. انت فكيت كل الاربطه يا دكتور؟ ايوه. لكن ليه الدنيا ظلمه؟ افتحوا الشبابيك، ولعوا النور. انا مش شايف حاجه ابدا. شايف حاجة؟ لا. يخلف عليك بالحلال ولا يحرمك من نور عينيك. ربنا يخلف عليك بالحلال ولا يحرمك من نور عينيك. طول عمره بيدعي لي، لكن ربنا ما استجابش دعاه. حرمت من نور عينيا. ما تقولش كده يا حبيبي، انا عندي امل. امل؟ هو انا بقى فاضل لي امل؟ فاكره يوم ما قعدنا هنا في الحته دي نحلم بالمستقبل والسعاده اللي هنشوفها بعد ما نتجوز؟ كان عندي امال كتير، لكن خلاص اتحكم عليا باني اعيش سجين. ارجوك يا احمد. حتى جين اسعد وهن مني. المسجون عايش بين 4 حيطان، اما انا عايش في ظلام ما اشوفش فيه حتى الحيطان. المسجون اللي السلاسل التقيله مكبله رجليه شايف الارض اللي تحتيه بيخطي الخطوه وهو مطمن. اما انا لما اجي اخطي خطوه احس اني تايه غرقان، واني يمكن اقع في اي لحظه وتكون دي الخطوه الاخيره. كفايه يا احمد، حرام عليك. انا ما اقدرش استحمل اكتر من كده. الناس كلها تحلم بالنهار اللي هيطلع عليها بعد الليل، الا انا عايش في ليل طويل ملوش نهايه. ما تنساش رحمه ربنا وعدله. مين عارف، يمكن تسبح تلاقي نظرك رجع لك ونتجوز ونحقق كل املنا. نتجوز؟ لا يا إلهام، أنا مرضاش. إيه ذنبك تعيشي على أمل ويمكن ما يتحققش؟ ليه تقضي طول حياتك ممرضة لواحد أعمى يتعكز عليكي ليل ونهار؟ ليه تضحي بحياتك وشبابك علشاني؟ يا سلام يا احمد، انت فاكر اني... انت حرة من دلوقتي، تقدري تعتبري ان الخطوبة مفسوخة. لكن انا ما فكرتش في كده ابدا، الا اذا كنت انت ما بقتش تحبني. انا بحبك من كل قلبي، علشان كده عاوز اعفيكي من الخطوبة اللي بينا. لكن انا مش عايزاك تحفيني منها. إلهام، انا مش عاوز حبك ليا يتحول لشفقة. الشفقة في الاحوال دي مؤلمة للنفس. احمد ما تقولش كده، كفاية كلام في الموضوع ده. اشكرك، انت امل واحدة شفتها. تعرفي لو كنت وافقتي على فسخ الخطوبة كنت بقيت اتعس واحد في الدنيا. يلا بينا. احنا تعبناكم معانا. تعبكم راحة يا ست الهانم، هو الضفر يطلع من اللحم؟ ده احنا عيلة واحدة. صحيح احنا عيلة واحدة. اسمح لي عزوز بيه اهنيك ببنتك. إلهام دي انبل واحدة في الدنيا. ايه ده كله، ايه ده كله؟ انا من شوية عرضت عليها
اني اريحها من مسؤولية الحياة ويايا ونفسخ الخطوبة، لكنها بكل كرم ونبل رفضت. الا ترفض؟ طبعا ترفض، دي ترفض قوي يا احمد يا ابني. انا متشكر قوي يا جماعة، العطف اللي الواحد بيلاقيه وهو في المحنة بيخفف عليه ألامه. انا من شوية كنت فاكر اني بقيت تقيل عليكم، لكن دلوقتي اتأكدت اني بين اهلي واعز الناس عليا. متشكر يا حبيبي. والله يا صادق يا ابني انا بقول بزيادة علينا مصاريف وبلاش الاختبارات بتاعت السرطان ده، لان مفيش فايدة. والله يا عزوز بيه التجارب دي مش بتتم في يوم واحد. وعلى العموم ارجوك اديني فرصة زي ما اديتها لاحمد. يا حبيبي مفيش فايدة، احنا على رأي المثل عملنا زي اللي رقصت على السلالم، لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت حسوا بيها. اسمعي، انت لازم تروحي النهارده لاحمد. بكره؟ لا انا بقول النهارده، يعني النهارده. يعني حبكت النهارده؟ لا يا روحي ما حبكتش، انما بس يعني بقى لها زمان ما راحتلوش. والله انا كمان ما شفتوش من يوم ما خرج من المستشفى. واعتقد ان اي واحد عنده احساس ما يجيلوش قلب يشوفه بالحالة الفظيعة اللي هو فيها دي. وساعة البيع عايزها تربط نفسها جنبه وتشتغل ممرضة. الساعة ولا الساعتين اللي بقعدهم مع بابا حطاء. مسكينة يا بنتي، ولا بختك مايل زي بخت امك. احنا كلنا طبعا مقدرين ظروف احمد. والله قلبي بيتقطع لما بشوفه. ده ما عندوش الا انه محبوس وعايش في الضلمه، لما يخليني هموت من العيال. يا ندمتي، بعد الشر عليكي يا بنتي، ان شاء الله اللي يكرهك تموتي. انتوا ايه عايزين تموتوا لي بنتي ولا ايه؟ يا ولية ما تخليش عقلك ناقص، مش هي اللي وعدته بالجواز ولما حب يفك الخطوبة ما رضيتش وطلعت نبيلة واخلاقها كريمة؟ ليه وانا ما عنديش دم؟ كنت عايزني اجرح احساسه؟ كان كلام. والله يا عزوز بيه عنده حق. اقصد يعني لازم تفهموا احمد الحكاية على حقيقتها. لكن دي صدمة كبيرة قوي علشانه. وانا ذنبي ايه؟ طول عمري عكاز لواحد اعمى. انا واثق ان احمد بني ادم ومش ممكن يخطر في باله انه يحرم واحدة زي الهام من هناها وسعادتها. ان كان عايز واحدة علشان تخدمه او في ستات كتير. سكت ليه؟ ما بتردش. مش هرد ولا حاجة، اعملوا اللي تعملوه، حاكم الاخلاص ما بقالوش سعر الايام دي، وعلى رأي المثل ما ينوب المخلص الا تقطيع هدومه. الو، مين؟ احمد؟ ده احمد بيسأل على الهام، اقول له ايه؟ قول له انها عيانة. عيانة؟ دي عيانة يا احمد يا ابني، عيانة وراقدة ومكلفتة في السرير كده عيانة بايه؟ عيانة بقول لك يعني كده متعكنة قوي خالص ونايمة خالص. متشكر يا ابني، سألت عليك العافية. يعني ما لقيتش حاجة تقولها له غير العيا؟ وانا جبت حاجة من عندي؟ ما انتوا اللي قلتوا لي اقول له كده، انا ما اعرفش اكذب، انا ما اعرفش شغل الثلاث ورقات بتاعك وده. على كل حال اول ما اشوفه هقول له على كل حاجة. طيب. يلا بينا. يلا بينا. ما قالكش عندها ايه؟ لازم الصدمة اثرت عليها، مسكينة، انا كنت السبب. وانت بايدك حاجة يا احمد؟ انا خايف لا تكون تعبانة اوي. بعد الغدا اروح اشوفها واطمن عليها. يلا نتغدى يا حبيبي. اما النهارده في صنف انت بتحبه قوي يا سي احمد، تعرف ايه؟ خمام بالفريك. يا سلام، طال الخالق الناتج للمرحوم والدك تمام. هي كانت ايام كان طول النهار رحمه الله عليه يقعد يقزقز في الحمام، مع انك انت وانت صغير كنت ما تحبش الفريك. بعدين رجعت صغير تاني يا بشير، بتعلم الاكل من اول وجديد. ما تقولش كده يا حبيبي. الو، ايوه يا عم هانم، متاسفه مش حاضر اجي الليله في الحفله، مشغوله شويه، اكلمك بكره ان شاء الله. بس ربنا. هي حفلة المبرة الليلة؟ ايوه لازم تروحي، ده عمل ساهمت فيه من الاول ولازم تتمميه. واسيب هنا لمين؟ افتح بقك يا حبيبي. تسيبه لمين؟ ليه انا طول عمري شايل البيت فوق دماغي. اتفضل يا سي احمد. الا تسيبه لمين دي كمان؟ مين بيعمل الشغل هنا من 40 سنة؟ انا. مين واخد باله من كل حاجة؟ انا. مين هيفتح الباب؟ انا فكري تروحي الحفلة، قالوا تتسلي شوية، اصلك بتتعبي نفسك كتير. ما تشغلش بالك بحاجات زي دي، انا هجيب حد يساعدني.
ما تخافش يا حبيبي. ده متولي الفراش، دخلته في اوضه المكتب. ده جه كم مره وانت في المستشفى، خليه يخش يا بشير، ده مش غريب. لا مش عاوز حد يشوفني وانا باكل، دلوقتي اروح له. ازيك يا متولي؟ يعطيك الصحه وطولة العمر. لما كان نفسي اشوفك من زمان. كتر خيرك. اعمل لنا قهوه يا بشير. حاضر. زي حال الشغل والمعمل. المعمل اتلخبط واتبرجل، والدكتور صادق الله يسامحه ورانا الويل. الله يرحمها ايام زمان. فين هنلاقي زيك؟ ربنا عاوز كده، او البركه في الدكتور صادق. هو اذا كان بيظهر شويه شده ولا حاجه ده من كتر اخلاصه للشغل. اخلاص؟ هو الجنس ده عنده اخلاص؟ وبعدين بقى يا عم متولي؟ والله يا سيدي البيه في حاجه موغوشاني ومش قادر اخبيها عنك. موغوشاك؟ خير. انا راجل مؤمن، وقلب المؤمن دليله. قلبي حاسس بان الحادثه دي لها اصل. لكن ايه اللي خلاك تحس كده؟ اصل الدكتور صادق يعني كان جه المعمل قبل الحادثه بيوم وجه بالليل. وفيها ايه ما صادق قال كده؟ اصله غاب كتير في الاوضه وكان خارج مضطرب. كان بياخد اوراق علشان يسافر تاني يوم. لو كنت شفت وشه وهو خارج وعينيه باظه لقدام وبيشخر عرق وبيترعش زي الحرامي اللي خايف يتظبط والبوليس بيجري وراه. قلبي بيقول لي انه هو اللي دبر الحكايه دي، لانه بيكرهك. بيكرهني؟ مش عرفك انه بيكرهني؟ ودي حاجه تستخبى؟ كلنا عارفين. لا، انت اصلك تكره صادق وعلشان كده بتشك فيه. لا يا بيه، انا قلبي دليلي، ومع ذلك هي كلمه قلتها وبكره يبلك. غريبه، بتقول انه غاب كتير جوه الاوضه وانه كان خارج مضطرب وقعد اكتر من لازم. ايه ده؟ دي عماره بيبنوه جنبينا. ازيك يا متولي؟ الله يحفظك يا ست هاني يا حبيبي. انا رايحه الالهام بقى يا حبيبي. خديني معاكي. يا حبيبي تتعب نفسك ليه؟ انا هطمنك عليها. لا انا عاوز ازور الهام واغير الجو شويه. نستأذن بقى يا سعاده البيه. مش اما تشرب قهوتك؟ عفوا يا سيدي. نستأذن يا سيدي البيه. مع السلامه يا متولي. الله يحفظك. بس عاوزك تفوت عليا مره تانية. احنا نستغنى يا سعاده البيه والله. ضروري. دي البدله الكحلي مش كده يا امي؟ ايوه يا حبيبي. عال. الهام كانت بتعجبها. قولي لي شعري بيساوي كويس؟ بتساوي يا روحي. وكرافتي كل حاجه كويس. كل حاجه كويس. طيب يلا بينا. يلا يلا يا بشير. والله عال تفضل بنتك كده نازله لف في البلد وتسيبني هنا اموت من الجوع. ما تقوم تاكل وانت دايما همك على بطنك. ليه دي امال همي على بطن مين؟ على بطن الجيران. حكم. احمد بيه والست الكبيره. احمد جه كويس. عجبك الشغل؟ اهلا وسهلا يا 300 مرحبا. اهلا وسهلا امينه هانم، خطوه عزيزه. ازاي يا الهام؟ والله يا ستي مغلبانه، ما عدنا لحد دلوقتي من غير غدا. اصلها عيانه فوق في اوضتها في السرير. ايوه عيانه فوق في السرير. ازاي؟ عندها ايه؟ والله عندها ايه؟ عندها كده شويه دوخه بتجيها كل ساعه. شويه دوخه وكمان شويه ضغط دم. ضغط دم؟ في السن ده؟ مستحيل. ومسيبينها وحدها، مش حد يقعد معاها. الممرضه معاها فوق يا حبيبتي. طيب يصح نطلع نطل عليه؟ لا دي نايمه قوي خالص ومتغطيه خالص. ايوه والدكتور مانع ما حدش يطلع لها فوق. بعد الشر عليها، الف سلامه. الله يسلمك. الله يسلمك. معلش يا حبيبتي مرة تانية. انا بفكر اجي بالليل اجيب لها الدكتور لطفي زميلي علشان يشوفها. لا مفيش لزوم، ما هي بخير. انا هبقى اطمنك عليها تليفونيا اولا فاولا.
انست وشرفت. يلا يا حاج. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابني ورحمة الله وبركاته. انا مت من الجوع. هغديك غدا مدهش. لعبنا تنس لما دخنا، وخصوصا ريحة البنفسج دي بتدوخ اكتر. هو في حد قدامنا ولا ايه؟ لكن انا شامم ريحة بنفسج، ريحة الهام. الهام مسكينة عيانة فوق، مفيش حد يا حبيبي. كان لازم نقعد جنبها. اديك عملت الواجب ورحت له. انا اللي كنت السبب في عياها. وانت ذنبك ايه؟ المصيبة دي اثرت على اعصابها. معلش بكره يتيب. غريب، انا ما كنتش متصور بان الست دي بتحبني بالشكل ده. بيحبك. الله، ايه ده يا بشير؟ دي ست يستاهل جت رقبته. انت اتجننت؟ ازاي تقول كده؟ دي ست ما يصحش انك انت تفكر فيه ابدا. لا، انت لازم جرى لعقلك حاجه. انت مش فاكر احنا نازلين من على السلم مش شميت ريحه بنفسج؟ كان طالب هو الدكتور صادق في ايده مضرب التنس. هي والدكتور صادق؟ ايوه، وكانوا طالعين مبسوطين وبيضحكوا مش عيان. وليه ما قلتليش في ساعتها؟ الست هو اللي منعني. هي والدكتور صادق لازم متولي عنده حق. يا احمد يا احمد احمد، كنت فاكر بانك اخر انسان يكذب عليا، لقيتك بتغشيني زيهم. احمد دلوقتي بس عرفت ان اللي يتحرم من نور عينيه ما يقدرش يعوضهم ولو بعينين اعز الناس عليهم. انا خفت عليك من الصدمه، قلبي عليك يا ابني. مفيش حد قلبه على حد، انا من النهارده مش عاوز حد يعطف عليا. يا ترى يا الهام اطمع في السعاده معاكي؟ صادق ده موضوع عايز تفكير، وانت عارف مصاريفي كتير وماهيتك عند بابا مش هتكفي. ده مش مهم، انا هعمل كل جهدي علشان اسعدك. لكن انا مش متعوده اكون تحت امر حد. انا اللي هكون تحت امرك. اذا موافق؟ موافق على ايه؟ تكون العصمه في ايدي. العصمه في ايدك؟ ايوه، انا ما احبش حد يتحكم فيا. لكن دي نغمه جديده يا الهام، ما افتكرش كنت مصممه تقوليها لشخص تاني. ارجوك، ده رايي وانت حر. فين قولي رايح على فين قولي وفايتني المين قولي. ضيعت العمر معاك، قطعت القلب وراك، ما تقولي كيف انساك يا قاتلني يا نور العين.
ظلام في ظلام، والعين الليل ما تنام من بعدك والله يا حرام تهجرني يا نور العين. يا خسارة عشرة لأحباب خانوا نسيوا لأصحاب، مجروحة وقلبي من صاب وكويني يا نور العين. الله، انت مين؟ انا وبتعملي ايه هنا؟ انا متاسفه اللي ازعجتك، ده مش بيت. شيء غريب. السكرتيرة اللي بعتتك سنية هانم مش كده؟ ايوه يا هانم. اتفضلي اتفضلي اقعدي يا بنت. متشكره. انا متأسفة على اللي حصل. ابني انصدم صدمة قوية لازم نستحمله كلنا. معلش يا هانم. عالبيع قاعد في الفرندا بره. جايه له حاجة. انا عرفت انك متعلمة واخلاقك كويسة. انا قعدت 2 سنين في الجامعه. ما تمتيش دراستك ليه؟ والله يا هانم حصل ظروف، والدي توفى، ما قدرتش اكمل. سنية هانم قالت لي انك تقدري تبيتي عندنا. ايوه، اهلي كلهم عايشين بعيد عن مصر. اذا تفضلي ويانا على طول واعتبريني زي والدتك تمام. ايه يا ترى ايه يا ترى هشوفه تاني غير العذاب اللي قسيته طول هواني. ايه يا ترى ايه يا ترى هشوفه تاني غير العذاب اللي قسيته طول هواني. غدرت بالايام وراحت ايامي، وفي دنيا الاحلام تاهت احلامي. ايه يا ترى ايه يا ترى هشوفه تاني. صبحت في الوحدة بقاسي، ما
ما خاف ابكي نبكي خلي الدموع تحكي غدرت بالأيام وراحت أيامي والدنيا الأحلام تاهت أحلامي إيه يا ترى إيه يا ترى هشوفه تاني النهارده مش راح يقدر يقوم من السرير علشان تعبان شويه. تحب ننده لك الست نور علشان يقرا لك الجوابات والجرانين بداله؟ لا. طيب انا رايح السوق، مش عاوز حاجه من بره؟ لا. بشير 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 حاجة تانية يا هاني؟ كتر خيرك يا بنتي، بس انزلي شوفي أحمد يمكن يكون عايز حاجة. والله يا هاني أحمد عصبي شوية، وكل ما أحاول معلش يا بنتي استحمليه عشان خاطر يا بشير 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 خليك كده يا أحمد بيه. مين اللي جاب الازازه دي هنا؟ انا فهمتكم 1000 مره، اللي ياخد حاجه يرجعها مطرحها تاني. دكتور صادق، في جواب لحضرتك. انت اللي نهيت الازازه دي بمطرحها، انا عارف. ايه ده؟ مين يستحمل رئيس بالشكل ده؟ اليوم اتجوز بنت المدير وهو مش طايق نفسه. حصل ايه؟ مفيش، ده حرق بسيط وانا بطفي النار. انا متاسف، كل ده بسببي.
صوتك كويس قوي يا انسه. متشكرة يا بيه، باين عليك بتحب الموسيقى. انا كنت بحب حاجات كتير لكن دلوقتي خلاص. تسمح لي اكلمك بصراحة شوية؟ اتفضلي. انا شايفة انك متشائم ومستسلم لليأس. متشائم؟ امال عاوزاني اعمل ايه؟ انت راجل مؤمن يا احمد بيه، واللي يؤمن بالله يستحيل اليأس يعرف طريقنا. ده كلام عظيم، لكن الظاهر بانك بتروحي سينما كتير. سمعت الكلام اللطيف ده في انهي فيلم؟ انا بكلمك عن احساس وتجربة. اي تجربة يا مدموزيل؟ انت لسه ساذجة. لو كنت حقيقي بتتكلمي عن تجربة كنت كرهت الدنيا، كرهت المجتمع اللي احنا عايشين فيه غيران منه. لا لا يا انسة، انت لسه ساذجة وبسيطة، لان الحياة ما قاستش عليكي ولا دقتيش طعم الذل والألم. انا اتألمت في حياتي اكتر مما تتصور يا احمد بيه. في حاجة ما اظنش انك جربتيها، حاجة افظع من اي مصيبة تانية. طبعا انا مقدرة. لا انا ما بتكلمش على عينيا، دي ممكن الواحد برضه يتعود عليها. امال عن ايه؟ عن احساس مر أليم، احساس الانسان بانه ضعيف مغلوب، احساس المظلوم انه محروم من انه يدافع عن نفسه، مش قادر ياخد طاره، مش قادر ينتقم. لا يا احمد بيه، الانتقام قسوة. قسوة لذيذة ما يعرفش لذتها الا اللي داق قسوة الناس عليها. والصفح ضعف، والتسامح عجز. الصفح والتسامح والشفقة والرحمة دي الفاظ جوفاء رضيوا بيها الضعف علشان يغطوا بيها على ضعفهم استكانتهم. الحياة ما ينفعش فيها الا القوة والبطش، اللي يجرحك جرح يجرحه اتنين، واللي يعترض طريقة دوس عليه. ابدا ابدا يا احمد بيه، انت غلطان. انا مش غلطان، دي سنة الحياة ما تتغيرش. الضعيف لازم يموت والقوي لازم ينتصر ويسود. الضعيف مش الطيب المسالم. الطيبة ضعف. ابدا ابدا، الطيبة والتسامح والعطف مفيش انبل منهم. انا كنت زيك كده وهبت حياتي لخدمة الانسانية والمثل العليا، وادي النتيجة زي ما انت شايفاها. عم متولي الفراش. صباح الخير يا عم متولي. صباح النور يا سيدنا البيه. السلام عليكم. لا مؤاخذة اللي جيت في وقت يعني غير مناسب. على اذنكم. في ايه يا عم متولي؟ النهارده اتحققت يا سيدنا البيه 100 ان صادق هو اللي عامل العملة السوداء دي. لانه ساعة ما كان بيقرا الجواب بحلق عينيه وهو بقى زي المجنون. يا سيدي انا جاني جواب من الدكتور احمد. جواب؟ جواب ايه؟ بيقول لي فيه يا سيدي اللهم صل على النبي. وارجو ان يتفضل زميلي الدكتور صادق لاتحدث معه عن تجارب مصل السرطان، واسلمه المذكرات الخاصة بابحاثي والتي كادت تنتهي حتى لا تضيع على الإنسانية. الله أكبر، الإنسانية دي عجباني ومكيفاني قوي. حتى لا تضيع على الإنسانية فرصة الإفادة مما يخفف ويلاتها. يا سلام، كلام حلو. أنا عاوزك توصل لحد الدكتور أحمد، تفهم منه الحكاية على أتم ما ينبغي، وتجيب منه المذكرات. ما كان يبعتهم احسن ما يعطلني، اصل انا مشغول قوي. ولا نبعت له الدكتور حسني؟ يا ابني يا حبيبي يا سيدي، الحاجات اللي زي دي عاوزه الواحد ياخد ويدي. واحمد ولد ناصح ومدقدق، وهو اللي ابتدى الاختراع، وعلى راي المثل اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنه. حق لو ينجح الاكتشاف بتاعه ده الدنيا هتبقى نغنغه. ثم انت كنت دراعه اليمين، انت اللي كنت بتساعد، ومين اللي هيفهمه غيرك؟ اصل ما شفتوش من يوم حكايه جوازي دي. جوازة ايه؟ الواحده كانت مخطوبه لواحد، والواحد ده له واحد صاحبه، قام صاحبه اتجوزها بالنيابه عنه. يجرى ايه؟ يزعلهم من بعض، ده هو خلاص الدنيا ما بقاش فيها لا محبه ولا انسانيه. على راي المثل تكون في بقك وتقسم لغيرك. انت دلوقتي تروح حالا زي ما هو قايل في جوابه الساعه 8 بكره تكون عنده، تجيب منه الاستكشافات والمذكرات بتاعته. حاضر. يلا يا حبيبي يلا. هذه الكتب اهو، والست نور جايه حالا. يا سلام لو كنت نعرف نقرا ونكتب. الا يا خساره، كانت القرايه والكتابه فانتازيه في ايامنا. كانت ايام. يا اخي احنا فيها اتعلم. والله انا مش فاهم حاجه. طيب التصوير سهل الواحد يفهمه ويعرف معناه،
لكن المشخبط المخلبط الاسود دي ازاي بيطلعوا منه حكاوي وحواديت انا راح نتجنن. اهو لو اتعلمت تبقى تقدر تفهم المشخبط الملخبط دي. يا سلام على ست نور وهو بيقرا لك، يا سلام يبقى الكلام طالع من بقه كده زي الشهد. يا سلام عليه، يا سلام يا سلام. ايه عجباك قوي يا بشير؟ عجباني؟ دي قمر منور ياجي بالباشا، وش ابيض زي البنور، بق زغنت تقولش حاتم سليمان، مناخيره نبقى من الشام، صوته صوت كروان، شعر اسود غثيث، سنان ابيض زي اللولي، جسمي كده محندق وزغنطت، خدوده هيبك منها الدم، ودم ايه؟ شربات، والله وبالله شربات يا شيخ. مين دي يا عم بشير اللي دمها شربات؟ ايوه دي مراته الاولانيه. مراتي؟ ايوه مراتي، حاكم الدم بتاع الجنس بتاعنا يا ست نور، الدم بتاعه كله شربات، والله وبالله شربات يا شيخ، وانا فاهم وانت فاهم. عن اذنكم. اما انا لقيت لك حته مقاله في المختار هتبسطك خالص. الطب اتقدم قوي في علاج النظر، اسمع عم اقرا لك. منذ بدء التاريخ والناس يتطلعون الى ذلك اليوم الذي يستطيع فيه الطب شفاء العمى، وقد اجريت مئات من التجارب لهذا الغرض وباءت كلها بالفشل. اما الان ففي كل مدينه كبرى في الولايات المتحده اطباء عيون يمارسون هذه العمليه الشاقه بنجاح، ويردون الى العمي ابصارهم. حقا ان تطعيم القرنيه لا يبرئ من كل انواع العمى، ولكن اكثر من 20 من بين 100 اعمى تنزل بقرنياتهم علات يمكن شفاؤهم منها بهذه العمليه. نعم، انها معجزه العلم في القرن الحديث. كفايه كده، دي كلها حالات نادره. انا ما يصحش اضحك على نفسي. انا عارف يا نور اني فقدت بصري وما بقاش هيرجع تاني. وليه لا؟ انت دكتور وتعرف انه الطب ممكن يداوي كل مرض بس مع تقدم الزمن. سيبينا من الحكايه دي دلوقتي. انا خلاص استغنيت عن النظر خالص، خصوصا بعد تمريناتك اللطيفه دي، وداني بقت زي عينيا تمام واحسن شويه. يلا بينا نجرب. متشكر. سعد؟ ايوه برافو. الدكتور صادق جه. عال. دقيقه واحده يا بشير. يا نور، ده زميل قديم جاي يتكلم ويايا في الشغل. طب اسيبكم انا. بشير. أفندم. اسمع يا بشير، الجواب ده تجيبه كأنه جاي من البوسطة بعد 5 دقايق. فاهم؟ صاحبي فندم. مساء الخير يا احمد بيه. ازاي الصحه في غايه الشو والله. ازيك يا صادق؟ احنا اللي مشتاقين قوي. والله وحشني، والابحاث عايزاك. في الحقيقه ما كانش حد يقدر على الابحاث المتعبه دي الا انت. العفو. انت اللي فين؟ ايه اللي حايشك من انك تزورني يا اخي؟ والله مكسوف. مكسوف؟ انت غلطان يا صادق. هو كان يخطر على بالك بان انا اسمح لها انها تدفن حياتها مع واحد زيي؟ في الحقيقه يا احمد انت انسان نبيل. متشكر. اقعد يا صادق على مكتبي علشان امليك المذكرات اللي عاوز اقولها لك. وهو كذلك. عامل زي المرجحة. الكرسي بيزيق، في ناس بيتضايقوا منه، لكن انا دلوقتي اصبحت الاصوات بتونسني. تعرف اني مبسوط قوي من اهتمامك للابحاث وانك لسه بتفكر في الاعمال الكيماويه. الكيمياء دي هوايتي من ايام ما كنت تلميذ صغير في المدرسة. ده علم نافع مفيد، ولو ان بعض الناس بيستخدموها في اغراضهم السفلة، زي اللي استعملوا الغازات الخانقة، القنابل الذرية والحاجات دي. ايوه فعلا ده صحيح. في جواب علشانك يا سعد. جواب علشاني؟ من مين؟ والله ما نعرفش. تحب ننده لك الست نور علشان يقراه لك؟ لا هاته، انا اخلي الدكتور صادق يقراهولي. ما تخليش حد يزعجنا علشان عاوزين نشتغل. واقفل الباب وراك. حاضر.
اظن احسن اقفل الباب بالمفتاح. طب احنا دلوقتي بقينا لوحدنا. عندك على المكتب السكينة اللي بفتح بيها الجوابات؟ ناولها لي. دلوقتي اتعلمت ان انا استعمل ايديا كويس. خد شوف لي فيه ايه. جواب من جمعية خيرية مش كده؟ ايوه فعلا من جمعية خيرية. بيقولوا ايه يا سيدي؟ بعد التحية نتقدم الى حضرتكم. الله، وحسك بيترعش كده ليه؟ انت مش من انصار الاعمال الخيرية؟ ولا تحب نادي السكرتيرة تقراه لك؟ لا انا هقرا اصل عندي صداع قوي النهارده. بعد التحية نتقدم الى عزاتكم ملتمسين. انت نسيت القراية ولا ايه يا صادق؟ انا ولو ان العمى حرمني من الكتابة والقراية، لكن دلوقتي بقدر اقرا افكار الناس. تحب اقرا لك الجواب اللي في ايدك؟ بيقول يجب ان نبلغكم بان الحريق الذي حدث في المعمل لم يكن قضاء وقدرا، ولكنه كان من تدبير زميلكم الدكتور صادق. فخ منصوب لي. انت اتجننت يا احمد؟ معقول اني اعمل كده؟ انا رخمة الازايز انا كنت انت وقعت بلسانك. لو كنت بريء ما قريتش جواب مظبوط ليه؟ انا خفت عليك. اعمل اللي في ايدك دي. اي حركة تعملها هسمعها. فاهم انك عملتني وتخلصت مني، لكن انا هموتك. انك هتنفد مني. انت ضيعت عينيا حقيقي، لكن وداني وكرهي لك بيعرفوني مكانك. هخلص عليك النهارده. هتضيع نفسك تشرط معايا يا احمد. انا متشكر قوي يا انسه نور. انت بظروفك واخلاقك بتخففي عني الامي. انا متاسف بس اللي مش قادر اشوف شكلك زي ما بسمع صوتك، لكن انا متخيلك جميله وخفيفه. انا مش جميله زي ما انت بتتصور. لا لا لا، انا متخيلك تمام. انا بيتهيألي بان شعرك اسود وعينيك سود وجسمك صغنن ومحندق. وايه كمان؟ ودمك خفيف. دي حاجه ما اقدرش اعرفها انا. لكن انا حاسس بيه زي ما انا حاسس بكل اللي بتعمليه علشاني، وعمري ما هنسى اهتمامك بيا. الا قولي لي يا نور، في حاجه عاوز اسالها لك، لكن خايف لا يكون فيها شويه فضول. فضول؟ العفو يا احمد بيه. ارجوك تبطلي حكايه احمد بيه دي. قولي لي يا احمد بس. الا قولي لي يا نور، مالكيش اصدقاء؟ البنات اللي كانوا معايا في الجامعه. لا ما قصديش، يعني مالكيش لا ماليش. الله، طب وبتضحكي ليه؟ ويهمك قوي تعرف؟ انا بس كنت خايف ان اكون بعطلك ولا. لا اطمن ماليش. صحيح؟
انا سعيد جدا. مش باين عليك، انت دايما قاعد تفكر وشاغل نفسك وعاوز تنتقم. واحدة سابتك واتجوزت واحد تاني، ما يصحش ابدا انك... انتم غلطانين، المسألة ما هياش علشان الهام زي صادق ما قال. ازاي؟ انا مش ممكن اكون بفكر في الهام. صحيح، انا سعيدة، سعيدة جدا. وانا كمان يا نور. وقلبي ماله بيدق إليه، وقلبي ماله بيدق إليه، بيدق 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 إليه. يا ريت يقولي كتب لي، وإن كنت بسألك مني خايفة أكون بحب بس مش عارفة، وإن كنت بسألك مني خايفة أكون بحب بس مش عارفة. يا مين يا مين يا مين يقولي، يا مين يقولي بحتار عليه، وقلبي ماله بيدق إليه، وقلبي ماله بيدق إليه، بيدق 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 إليه. يا مين يقولي. يا سلام يا ست نور، يا سلام يا سلام، ربنا يهزك يا شيخ. يا سلام على الصوم وهو بيجري كده على البيانو بيفهم. بس حاسب على صوابعك وهي بتجري كده على وشي زي صوابع الجزار. الحب مرة في العمر كله، وكل قلب له عين تدله، والحب جنة تتغنى بيها لو يوم تصدق وعشت فيها، والحب جنة تتغنى بيها لو يوم تصدق وعشت فيها. يا مين يا مين يا مين يا مين يقولي، يا مين يقولي بحتار عليه، وقلبي ماله بيدق إليه، وقلبي ماله بيدق إليه، بيدق ليه بيدق بيدق إليه. يا الله، حد يا بشير ايه ده؟ معلش استحمل، وجع ساعة ولا كله ساعة؟ يعني دي أول مرة بنحلق لك فيه؟ ده احنا بنحلق لك دقنك كنت عدي كده. انت بتتكلم كتير النهارده يا بشير. معلش دي أصول السنة. يا نور عيوني يا اللي انت جنبي، ما تقولي امتى هتهني قلبي وتقول بحبك واشوف نصيبي، وانادي ويا اللي قال حبيبي، وتقول بحبك واشوف نصيبي، وانادي ويا اللي قال حبيبي. يا مين يا مين يا مين يا مين يقولي، يا مين يقولي بحتار عليه، وقلبي ماله بيدق إليه.
افندي اسمه مصطفى عاوز حضرتك. مصطفى؟ اخويا. صباح الخير يا نور. ايه اللي جابك دلوقتي؟ تعالى تعالى. نعيما. الله ينعم عليك. حضرت الورد يا بشير؟ ايوه حضرته ونقيته بايدي ورد ورده من الصنف اللي بيحبه الست نور. والله الست نور دي ظريف ولطيف وخفيف وبيحبك. بس بلاش لك يا بشير، هات الورد خلينا انزل. حاضر. اقعد يا مصطفى، وحشتني خالص. امتى سبت المستشفى؟ خدت اذن وجيت علشان اشوف. وازاي صحتك دلوقتي؟ اخر اشعه عملتها كانت النتيجه كويسه والرئه خفت تقريبا. انا انشغلت عليكي لما قلتيش الجمعه اللي فاتت. ما انا بعت لك جواب وقلت لك اني مشغوله شويه. الجواب وحشني، خفت لحسن تكوني عيانه ولا حاجه. ميرسي يا حبيبي. مش عاوز حاجه علشان انا واصل لحد الجنينه؟ لا كتر خيرك، روح انت يا بشير. مالك يا نور؟ خايفه ومضطربه بدليل؟ لا مفيش، بس يمكن احمد بيه ينزل دلوقتي. طيب ومالك؟ اصلي ما قلت لهمش ان ليا اخ في المستشفى وعيان بصدره. ارجوك يا مصطفى تفهمني. انا فاهم كويس ان العيا ده الناس بتخاف منه. انا ما حبيتش اتكلم لغايه ما تخف وبعدين اقول لهم كل حاجه. انا مش هرجع المستشفى لاخر النهار ولازم نقضي اليوم ده مع بعض. من شغلك. انت تستناني في الجنينه اللي في الميدان. عاوزين نروح حته هاديه بعيده عن الناس نقضي اليوم فيها. انا نفسي يا حبيبتي نرجع زي زمان، نعيش مع بعض في شقه صغيره واعمل كل جهدي علشان تعيشي مستريحه ومتهنيه. سيبي الشغل ده، انت ما اتخلقتيش علشان تشتغلي، انت اتخلقتي عشان تعيشي ست بيت والناس هم اللي يخدموك. وانا هعمل كل اللي في وسعي عشان اوفر لك السعاده واعوض لك التعب اللي شفتيه بسببي انا. بشير في حاجة يا احمد؟ وديني اوضتي يا بشير. اوضتك؟ ايوه حاضر. اتفضل. امينه هانم واحمد بيه ناس طيبين جدا وما ظنش يقولوا اي حاجه لما صارحهم بالحقيقه. ده ايه يا احمد؟ في ايه يا حبيبي؟ ولا حاجه، تعبان شويه متضايق. انا يا امي قررت اني اسافر لبنان. لبنان؟ ايوه لبنان، يمكن التغيير يفيد صحتي. اللي يريحك. وطبعا هتاخد نور معاك. لا خليها وياك علشان تعتني بيك هنا. مش ممكن تسافر وحدك؟ مش عاوزها ويايا. الله سيبيني على راحتي يا امي ارجوك. طيب يا حبيبي زي ما انت. الفطار جاهز. اسمع يا بشير، عاوزك بكره تروح تحضر لنا باسبورتين علشان نسافر. الف مبروك يا سي احمد، والله انا قلبي كان حاسس، ربنا يزيدك. يا سلام، الغريب ان انا برضه كنت عملت الباسبورت المرحوم والدك والست حانم لما جم يتجوزوا. بس يا بشير انت اللي مسافر ويايا، مفيش حد غيرك. حبيبي النهارده الجو لطيف خالص، الشمس ماليه الجنينه، بس مش عارفه من اللي سبقني ولم الورد. اتفضل ننزل تحت. لا انا هستنى هنا في اوضتي. انا جبت لك كتب جديده. متشكر. طب والبيت اللي قلت هنكتبها للوزاره؟ مش ضروري. اصل ورايا مشوار صغير، فاذا كان ممكن ناخد الحاجات دي قبل ما امشي. تقدري تتفضلي تروحي دلوقتي. بس مش احسن نخلص الحاجات دي قبله؟ اوه ارجوك تسيبيني لوحدي. تقدري تروحي مطرح ما عاوزه وقت ما انت عاوزه.
أذوب حبا بلا حبيبي تعال واسمع أنين قلب يفيض بالدمع والنحيب يفيض بالدمع والنحيب. يا ظالم اليوم من بعيد وظالمي أمس من قريب آمنت بالحب بدم يدعي إلا عذابا 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 بلا يا فتنة الروح ما لروحي تزاد عن عفوك الرحيب. يا فتنة الروح ما لروحي تزاد عن عفوك كم راها الدهر في من الخطوب. ورعتها بالبعاد ويلي أنت هو الدهر يا حبيبي. أينقضي العمر بيننا فيه وأشتكي حيرة الغريب ويرتوي الورد من ضبوعي ويرتوي الورد من ضبوعي ويرتوي الورد من ضبوعي ويرتوي الورد من ضبوعي ليصبح الشوق من حصل حاجة؟ انتوا بتبصوا لي كده ليه؟
عاملين مراقبين عليا؟ انا بستغرب ايه اللي مغيره بالشكل ده؟ مش عارف يشتغل حاجه اليومين دول. اصل مراته مورياه الويل، يعني ما بتسمعوش عن اعمالها اللي تسود الوش، دي سيرتها في بق كل الناس. الله 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 والله عال، ما نفتحها خمارة ونخلص. وبتشرب ايه على كده؟ حبيبك جنبك هيهمك ايه من اللي يلومك لو تنسى همومك لا تبوح له برامك غير العزال غير العزال اسمع نجواه وارحم شكواه اوعى تستاه وكفايه دلال افرح وياه هنه بهواه بتداري ليه خايف من ايه افرح وياه هنه بهواه بتداري ليه خايف من ايه افرح وياه هنه بهواه بتداري ليه خايف من ايه امتى للكف وسكيني صفي للنار يا كويني امتى للكف وسكيني صفي للنار يا كويني هسألك سؤال ولو انه بارد شوية، اللي هي عصمتها في ايدك ولا عصمتك في ايدها؟ ايه ده يا صادق كده تضرب ضيوف في عيد ميلادي؟ لا 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 مالكش حق يا دكتور صادق انك تعكنن علينا الحفلة بالشكل الشنيع ده. ليك نفس تضرب واحد من معازيمنا استناه بره، دي اصول الحفلات يا حبيبي. اما مالكش حق، ده كلام ايه ده؟ هو ده يتأتى؟ بس لو اعرف هو فين كان الواحد يرتاح شوية. بكرة يرجع بالسلامة ونعرف كل حاجة. ده بقى لي 3 اشهر من يوم ما سافر. انا خايفة يكون جراله حاجة.
بعد الشر يا هانم، ما تقوليش كده. انا بعت جواب للقنصلية المصرية في بيروت، ولما يجي الرد نعرف كل حاجة. دي اول مرة بيسافر بعد المصيبة اللي جرت لنا. سلامة عينيك يا حبيبي. قلبي. سلامتك يا هانم. عبده عبده، ادي يا دكتور لطفي. لازم تستريح ولا تتعبش نفسها ابدا. دي ما بتعملش حاجة ابدا يا دكتور. لازم تعيش في جو هادي لان قلبها تعبان، واي خبر محزن او مفرح يأثر على صحتها. الحقن دي لازم تاخدها عند ما تجيلها الأزمة. اشكرك يا دكتور. العفو. اشوفك. ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ انت ايه اللي مقعدك لغايه دلوقتي؟ مستنيك يا هانم. ميرسي. ومين قالك تستناني؟ والله بصفتي جوزك خفت يكون حصل حاجه لا سمح الله. لا ما تبقاش تخاف عليا. طبيعي مش هخاف عليكي لاني شايف ناس كتير بيوصلوكي. انا ما اسمحلكش تكلمني باللهجه دي، ده شيء يجنن. خلاص زهقتي؟ طبعا زهقت. انت عايز تجنني يا اخي؟ ايه يا بنتي؟ في ايه مالك؟ بتزعقي ليه؟ انا عارفه اساليه. زعلانه اني بسالها اتاخرت ليه؟ تسالها اتاخرت ليه؟ وانت مالك؟ ليك عندها ايه؟ عايز تموت لي بنتي؟ ازاي يا هانم دي مراتي؟ ما هي دي غلطتي. يا عيني على وقعتك الكحلي. انت يا اخويا ده تسالها لي رايحه منين وجايه منين ليه؟ هو انت ايه وكيل نيابه؟ اطلعي يا بنتي قدامي. مش عارفة اودي جميلك فين. تعب نفسك معايا. تعبك راحة يا هاني. برضه ما جاتش اخبار من احمد. وبعدين بقى احنا قلنا مش هنفكر في الحكاية دي. غصب عني يا ابني. دي كلام الدكتور، انا هقابله بليلك. يا حبيبي يا حبيبي يا احمد. سلامة يا سيدي احمد. اهلا، ازيك يا حسن؟ الله يخليك. مبسوطة؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة يا احمد بيه. ست نور ازيك؟ احنا انشغلنا عليك قوي عشان ما بعتش اي جواب. فين امي المال؟ هي مش موجودة ولا ايه؟ لا موجودة في اوضتها بس ملهاش كيف شوية. ازاي الشغل يا بنتي يا حسن؟ كل حاجة تمام يا عم بشير. مام زيتوا ماما. حبيبي وريني وريني يا حبيبي. انا مش مصدقه. يا ما انت كريم يا رب. ارجوك يا ام ما تتكلميش، ما تتعبيش نفسك. احكي لي يا ابني، عملت ايه؟ انا من يوم ما سافرت وانا ناوي اروح امريكا عشان اعمل عمليه، ودي الحمد لله عملتها هناك. الف بركه. النهارده اسعد يوم في حياتي. نور لا نور. لا ما تزعليش. نفرحها يا ابني. معلش مش وقته، انا مش عاوز حد يعرف دلوقتي. ليه يا ابني؟ دي بتحبك وتفرح لك. معلش برضه يا ام، تعرفي لولا حصلت لك النوبه القلبيه ما كنتش حتى قلت لك انت. اخفى عليك يا حبيبي. انا عاوز اعرف الناس على حقيقتها.
مفيش لزوم. الحمد لله انصرف التعب. الحمد لله. احنا بعتنا للدكتور جودة. بشير ازيك يا بشير؟ الله يسلمك يا ست هانم، والله ما في حد زيك ابدا، احنا كنا متغوشين عليك خالص. اما يا ست هانم احنا لفينا لف وتفرجنا في فرج. فاكر من 40 سنه لما سافرنا مع المرحوم البيه الكبير؟ كنت انت لسه ما اتولدتش. ايه كانت ايام. اما يا ست هانم المره دي اتفرجنا على امارات. يا سلام، كل اماره فين؟ ايوه كل اماره قد كده يا ست هانم في لبنان، بس قد كده بس. يلا بينا نخرج علشان نسيب امي تستريح. مش تقعد معايا شويه يا احمد؟ لا يا امي معلش، انت محتاجه دلوقتي للراحه. والله يا احمد بيه احنا كنا مشغولين علشانك. انا متشكر يا انسه نور على العنايه اللي اعتنيتيها بامي في اثناء غيابي. العفو يا احمد بيه، انا ما عملتش حاجه. بالعكس انت قمت بكل المطلوب منك، وعلشان كده اديتهم امر يحضروا لك شيك مكافاه ليكي. بالشكل ده محدش يبقى له فضل على حد. الله، احمد بيه انت اتغيرت خالص. انا مش فاهم ليه بتقولوا عليا اتغيرت. كل المساله ان انا بقيت عملي. كل شيء وله ثمن، حتى الابتسامات والدموع والعواطف. حضرتك تقصد مين بكده؟ يا بشير، ده مبدأ بينطبق على معظم الناس. بشير عقل، وحياة ابوك اضرب تليفون في المعمل واسأل على متولي، علشان اذا كان هناك نروح نزوره الليل. اوكي. الواحد مش لازم ينسى اصحابه القدام، مش كده ولا ايه يا انسه؟ يا الف حمد لله على سلامتك يا سعاده البيت. الله يسلمك يا عم متولي. كويس والله اللي لقيتك، انا كنت خايف لما تكونش ورديتك الليله. امال بقى تكبر بخاطره وتشرب كوبايه شاي. وهو كذلك. اسمع يا بشير، روح انت لحد الاجزخانه هات الدواء. اورايت. اهلا وسهلا يا سعاده البيت، احنا زرنا النبي النهارده. متشكر يا عم متولي. وازاي الحال، مبسوطين؟ اهو. والدكتور صادق ربنا يورينا فيه يوم ده مطلع على جتتنا البلد. ده نبقى مدخله القهوه متهيألي يحط فيها سم علشان تهري مصارينه. الله يا عم متولي، جرالك ايه؟ خليك انت بعيد عن الافكار دي. ده يستاهل تقطيع جتته. قول لي، هو لسه برضه بيعمل تجارب السرطان؟ هو داير حايس. سرطان ايه ده يا تقطع سيرته. اتفضل بقى سعادتك اما ايه اولع على الشاي. طيب. بالنعناع ولا ساده يا احمد بيه؟ ها؟ يا بشير، 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 يا بشير. يس سير. كفل لي الشر حتى ليه تاني؟ لا باهي على طول. هتبص بزينية. عاوزك واحنا نازلين تاخد ايدي. نعم، هنعملهم على بعض وتقول لي خد بيلي برضه يا بشير؟ لا، انت حقك انت اللي بقى تاخد ايدي. يا سلام، مش كله هزار يا اخي، انا ليا مصلحه في كده. اعمل اللي بقول لك عليه. دي حاجه تانية بقى. اتفضل. ميرسي يا حبيبتي، انت تعبتي نفسك علشاني قوي. انا هروح دلوقتي اشوف الشقه اللي على الانجار، مش تيجي معايا؟ ما اظنش. احمد بيجي ولو خرجت يمكن. يعني اروح لوحدي؟ انا عاوزك وياي. معلش يا مصطفى. بعدين الشقه ما تعجبكيش وترجعي تتضايقي.
ما دام هكون معاك ما يهمنيش، ان شاء الله نسكن كعش. ده انا بتمنى اليوم ده من زمان يا مصطفى. مع السلامه يا حبيبي. مين هنا يا انسه؟ ده مصطفى اخويا. اخوكي؟ انا اسف يا احمد بيه اذا كنت اتعبت. الهانم عرفت انه خرج من المستشفى وقالت لي خليه يجي وانا اديله جواب توصيه عشان يشتغل. دي اول مره بيجي هنا؟ لا، جه مره قبل كده. جه قبل ما اسافر باسبوع؟ اظن كده. تشرفنا يا مصطفى. انا سعيد جدا يا مصطفى افندي. متشكر خالص. نور افندم، خديني اوضتي. عايز امليكي كلمتين. حاضر. مع السلامه يا حبيبي. ليه خبيتي عليا ان ليكي اخ؟ مش عيب تكدبي؟ الكذب عيب لو كان قصدي اضر حد. وتفتكري انك ما ضرتيش حد؟ بالعكس، انا خبيت عشان فيه ناس بيتضايقوا ويتشائموا من الامراض دي. ما علينا، اتفضلي اقعدي واكتبي ارجوك. اتفضل. حبيبتي. حبيبتي، انا هنا بشتغل سكرتيرة اعمال مش سكرتيرة. تفتكري اني لازم اجيب لي سكرتيرة خصوصي علشان جواباتي الغرامية؟ من فضلك اكتبي. حبيبتي. حبيبتي ايه؟ انت تكتبي اللي امليه عليكي وبس. اكتبي من اول السطر. لقد ظلمتك وكنت اعتقد انك كسائر النساء لا هم لها الا اللعب بقلوب الرجال، ولكني اكتشفت بالصدفة السعيدة انك انبل فتاة التقيت بها، فاسمحي لي ان اركع تحت قدميك. قلنا فاني اركع تحت قدميك طالبا الصفح. كتبتي؟ ازاي عايز تكتب لها كلام زي ده؟ هي مين؟ الهام. مش عرفك انه الالهام؟ هو انا معرفش بنات غيرها؟ ما كنتش فاكرة. عرفتها في لبنان؟ لا، عرفتها هنا. ارجوكي ما تضيعيش الوقت. متأسفة. اكتبي. تركع تحت قدميها. وبعدين ما تفتكرش انك تنزل من عينها لما تقول كلام زي ده. لا، دي انسانة ممتازة. انا خايفة تكون مخدوع وترجع تتألم تاني. بالعكس، ده انا افتكر انك لما تشوفيها هتحبيها انت كمان. دي بنت لطيفة قوي، جسم صغنطط ومحندق، وش ابيض زي البنور، شعر اسود غطيس، سنان زي اللولي، زي مرات بشير. الا دمها، ده دمها زي الشربات. ده تهزمني في شكلها. احمد، انت قصدك؟ نور، يلا بينا نكمل الجواب. الجواب وصلها خلاص. وعرفت اللي فيه؟ وما به صار معلوم. وردها ايه؟ سامحتك خلاص. اذا نكتب لها جواب تاني. عشان مادام سامحتني اطلب منها تضحية تانية. ما افتكرش ترفض لك طلب. وما تتضايقش. بالعكس، وتضحي بحياتها جنب واحد عاجز ما بيشوفش. هتكون له نور عينيه وتسعد حياته زي ما هيسعد حياتها. هتتحرم من الفسح والتياترات. كفاية عليها تكون جنبه. تفتكري انها ترضى تتجوزه؟ ده كل مناها. بس عيبها انها بتعيط ولا معهاش منديل، بتمسح عينيها بايديها. احمد، احمد حبيبي، ازاي حصل؟ دي معجزة الطب اللي كنت بتتمنيها. اوعى تتحرك انت وهو وهي لحد ما نجيب السلطان، وهنجيب معانا الشربات. شربات والله وبالله الشربات. يا سلام. النهارده ما تحسبش من عمري يا أخي. وفاضل حاجة واحدة بس، لما تنتهي بنجاح هبقى أسعد واحد في الدنيا دي. هي ايه؟ أنا عشت طول المدة دي بأمل واحد، وهو إني أنتقم من صادق اللي هدم حياتي وذلني. احمد، الحقد عمره ما يسعد صاحبه. شوف كرم ربنا، رجع لك نظرك، تقوم تعصى اوامره. بالعكس، انتقامي من صادق يعتبر عمل خير، هريح العالم من شروره.
انا ضميري مستريح وراضي عن اللي عملته. عملت ايه؟ اللي عمله فيا بالظبط. كلها دقايق واول ما يبتدي يشتغل ينفجر المعمل ويطير وشه. لكن ده اجرام. ده انتقام. العين بالعين والسن بالسن. بتعمل ايه لحد دلوقتي؟ بتكنس لحد دلوقتي؟ ما هو ايه جاتك البلد صباحك نايم برضه جاتك. لو كل واحد خطاره بايده تبقى الدنيا مجزره. ارجوك سيبينا من الموضوع ده، يلا بينا الام نفرحها وخطوبتنا. خطوبتنا؟ انت عاوز تبني سعادتنا على الانتقام، عاوز تلطخ زواجنا بالدم. انت تنتظر مني اعيش وياك وبيننا شبح الجريمه. احمد فكر في سعادتنا ومستقبلنا. تاكد لو ان الجريمه دي تمت هتقضي علينا، هتعيش طول عمرك طريق العداله. ان ما كنتش هتيجي معايا حالا انا هروح بنفسي. نور، ربنا يخلف عليك بالحلال ولا يحرمك من نور عينيك. مدام افندي ما جاش؟ لا لسه. ساب له يومين. فاضل 5 دقايق على الميعاد. احنا قلنا نيجي النهارده بدري شويه عشان نخلص الشغل اللي في ايدينا ده. جوه. احمد طلعت جبان برضه زي ما كنت انا متوقع. ما تخافش انا جيت عشان انقذك. انا مظلوم، انا ما عملتش حاجه. تبي تروحي بقى تجيبي الحاجه اللي انت عايزاها وتبعتي لي العربيه على هنا. الله، مش عربيه احمد دي؟ على كل حاجه ماليش اي حياه. انت دبرت جريمتك باحكام لكن ربنا نجاني، انا سامحت منك. هو اللي دبرها؟ ازاي؟ وما قلتليش ليه؟ انت تعمل كده؟ اخس. حقيقة اتقي شر من احسنت اليه. ما كنتش افتكر انك سافل بالشكل ده. انا مش ممكن اعيش وياك، انت مش كردي ولا اعرفك. انا متشكر يا الهام هانم على الشعور النبيل ده. عن اذنكم، على العموم المسألة انتهت. الحق ضمير